السلام عليكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم، كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة هنعمل الحمام الكذاب. كلكم عارفين الكذب حرام في رمضان، بس هنعمل ايه؟ هي الاكلة اسمها كده، هنعمل حمام كذاب. اول حاجة جبنا بصليتين خرطناهم، وعليهم معلقة سمنة وشوية ملح وفلفل، وجبنا التوابل اللي انتوا شايفينها دي، ملح وفلفل ونص معلقة جنزبيل ونص معلقة شطة وكام فص حبهان، ماشي، وجوزة الطيب بشرناها. المهم كل التوابل دي هنضيفها على البصل اللي خرطناه ونقلبها كويس، وبعدين نجيب الرز نغسله وننزل بيه على البصلة دي. يعني دي التتبيلة بتاعة الرز. تمام يا حبايبي، عشان الرز ده اللي هنحشي بيه الحمام الكذاب. اهلا بيكم في قناتي بنت العمدة ام يوسف. شرفوني باشتراككم اللي ما اشتركش، واللي مشترك اكتبوا لي تعليق حلو وادوني لايك منكم للفيديو من اول رمضان. والتعليقات قلت خالص واللايكات، ومش عارفة في ايه، ما بقيتوش تتفرجوا على قناة بنت العمدة ام يوسف، ولا إيه وصفاتي ما بقتش تعجبكم، ولا انتوا زعلانين مني في حاجة؟ اكتبوا لي في التعليقات. ماشي اهو. بعد ما قلبنا البصلة كويس بالتوابل والبهارات والحاجات اللي حطيناها، وبعدين غسلنا الرز كويس ونزلنا بيه، وغلينا مية وصبناها على الرز بعد ما قلبناه كويس. تمام. هتغطي الرز وتسيبيه لحد ما يتشرب، ويعني لما يبقى 3/4 سوا، قبل ما يستوي على الآخر نغرف منه شوية ونحطهم يبردوا عشان نحشي بيهم الحمام الكذاب. جبنا رحنا عند بتاع الفراخ ونقينا وراك وخليناه خلاها من العظم. تمام. وبعد ما جيت غسلتهم كويس وعملت لهم تتبيلة. يعني عملت في الخلاط بصلاية وشوية توم وملح وفلفل وكمون، وحطيت جوز الطيب برضو وشوية قرفة. كل التتبيلة دي وشوية وطماطماية، يعني زي التتبيلة بتاعت البانيه. وغسلت الوراك كويس وتبلتها بالتتبيلة دي، وغطيتهم وسبتهم في التلاجة حوالي ساعتين. تمام. على ما الرز استوى وغرفت شوية بردو، جبت بقى الحاجات اللي انتوا شايفينها دي. هنعمل صينية ونحط فيها البطاطس، هنعمل صينية بطاطس، وبعد ما نحشي الوراك بتاعت الحمام الكذاب دي نرصها عليها ونسويها في الفرن. يعني نعمل أكلتين في أكلة واحدة. تمام يا حبايبي اهو. جبنا خرطنا البصل، خرطنا طماطم، خرطنا بطاطس، وخليت شوية من التتبيلة بتاعة الرز بالخلطة. خلينا شوية اهو بصل بالتتبيلة، هنحطهم مع صينية البطاطس عشان تديها طعم. تمام. وزي ما انت عارفة بقى، رق بطاطس، رق طماطم، رق بصل، وملح وفلفل والتوابل الحلوة اللي احنا حطيناها نحطها تاني في البطاطس. تمام. هوريكي دلوقتي تحشي ازاي الحمام الكذاب. طبعا الورك بتبقى تجيب المبط اللي هو بتبططي بيه اللحمة، او اللي في ناس بتقول عليه الدقاق، وتفردي الورك وتغطيه بكيس بلاستيك وتدقي عليه لحد اللحمة ما تتفرد عشان ما تبقاش مكلكعة. تمام. هتدقيه كويس وتفرديه، وبعدين هوريكي تحشيه ازاي. بعد الصينية ما جهزت اهي، هنزود عليها شوية سمنة او شوية زيت ونملحها كويس ونظبطها، وبعدين ايه نسندها على جنب لحد ما نخلص تعميل الحمام. تمام يا اخواتي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب تكونوا متابعين معايا الاستغفار والصلاة على النبي والباقيات الصالحات. وما تنسوش قراءة القرآن كل يوم، لازم يبقى ليكي ورد من القرآن حتى لو صفحتين أو 3. يعني كفاية إن احنا طول السنة يعني مقصرين في الصلاة، مقصرين في قراءة القرآن، مقصرين في ذكر الله.
يعني بنحاول نصلي الصلوات بتاعتنا، بس برضو بيبقى فيه تقصير. الوقت الفاضي اللي احنا بنتكلمه في التليفون، بنتفرج على التلفزيون، بنجيب سيرة حد، بنتكلم عن حد، بنخرج. لا، الوقت ده المفروض نقضيه في طاعة الله وفي عبادة الله. تمام، عشان نخرج كلنا من رمضان كسبانين حسنات، وربنا يتجاوز عن سيئاتنا ويجعلنا من أهل الجنة أنا وإياكم، آمين يا رب العالمين. وجميع أخواتي في جميع البلدان العربية، في تونس والجزائر والمغرب وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل البلدان العربية، ربنا يعود عليكم الأيام بخير يا رب، ويجعلنا وإياكم من أهل الجنة. هتجيبي الورك زي ما انت شايفة، بعد ما بططناه بالمدق، جيب الرز وتحشيه وتملي الورك، بيبقى من جوه يعني بيبقى فيها فراغ مكان العظمة كده، فانت تحطي فيها، ومش هخيطها ولا هعملها بالعود الخلة ولا بأي حاجة. تحطي عليها وتفردي الجلدة وتروحي مغطياها بيها كده، كأنك بتداري الرز، وتكفيها على وشها، يعني تحطيها على الحتة اللي انت بتقفلي منها دي، هي دي تخليها على البطاطس من تحت. بصي اوريك تحطيها ازاي، شايفة اهي بعد ما تتملي كويس. بس انا بقى المشكلة ان انا زودت فيها كمية الرز، فبقى يعني شكل الحتة بقت كبيرة قوي، يعني بقت مش حمام كداب، بقت عاملة زي ما تكون فرخة كدابة. شايفين شكلها ازاي كده قبل ما تستوي؟ بعد بقى ما استوت والرز فيها نفش بقت اكبر. بس عايزة اقولك طعمها تحفة، يعني اكلة جميلة جميلة فعلا من الاخر. ريحة الفراخ والتتبيلة اللي فيها وريحة الصينية بتطلع تحفة. تمام بعد كده تديها غلوة على عين البوتاجاز او غلوتين، تحط الصينية وتغطيها على عين البوتاجاز بعد ما رصيتي فيها الحمام وغطيتيه. تمام، تحط عليها الغطا وتغليها غلوتين على عين البوتاجاز، تكون انت مولعة الفرن، تسيب الفرن قد ربع ساعة تسخن كويس كويس خالص، وتعليها وتروح مدخلة فيها الصينية، وتسيبيها قد مثلا ساعة الا ربع كده، لقيتيها طلعيها وتشوفي، تشيلي من عليها الورق الألمونيوم وتشوفيها استوت، بالمعلقة تختبريها أو بالسكينة، تروح تشيلي من عليها الغطا وتخليها تتحمر تحت الشواية، يعني قد بردك ربع ساعة تحت الشواية، المهم تاخد اللون الجميل، لون الفراخ المشوية ده. شايفين فردة حمام دي ولا مش حمام؟ وبعد كده تطلعيها، والرز بالخلطة بقى اللي انت عاملاه، انا عملت حوالي كيلو، حشينا منه والباقي بقى شايفين في الطبق شكله مع الحمام الكداب تحفة، وحتتين بطاطس كده، ويا طعمها تحفة، وبألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايبي.